بدون شك سن العشرين ده سن غريب جدا، مليان حاجات غريبة، منها السهل ومنها الصعب، منها المحير ومنها الواضح وسهل اختياره. سن بتكتشف فيه الدنيا وبتعرف فيه الحياة الحقيقية، وقلبك ممكن يتكسر فيه، وكمان بتصطدم بالأمر الواقع وتعرف إن الحياة مش لونها بامبي زي ما كنت فاكر، وإن هي معقدة أكتر من كده بكتير. من كتر ما هو سن محير اتعمل عنه فيديوهات ومقالات وابحاث كتير، وناس كتير قوي هتنبهك منه وتقولك خلي بالك السن ده انت هتاخد عليه قرارات يبني عليها مستقبلك، وناس كتير هتقولك لازم تبقى مركز قوي في السن ده ولازم تبقى واعي انت بتعمل ايه. بس انت في الحقيقه هتبقى محتار ومش عارف بتعمل ايه، ومش عارف اساسا انت نفسك في ايه. طب وانا المفروض اسمع كلام مين ولا مين، وازاي اعيش سن العشرين من غير كل اللعبكه واللخبطه دي؟ وهنا يجي دور الفيديو ده، اني احكي لك القصه بالظبط من شاب عشريني زيك بالظبط بدون اي فلترز، واقول لك ازاي انا عرفت الاقي نفسي في ازمه سن العشرين. عزيزي العشريني، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ اخبار الاساينمنتس المتاخره ايه، والعظم اللي بيطرقع، والظهر اللي وجعك، والجامعات المتاخره، والديون اللي لسه ما اتسددتش؟ سيبك انت من كل ده، انا عايزك كده قبل ما نبدا الفيديو ترخي اعصابك خالص، تمام؟ ترخي اعصابك وتجيب لك حاجه تشربها عشان الفيديو ده طويل وهنتكلم فيه كتير قوي مع بعض من القلب للقلب. قبل ما نبدا كلام، طلب صغير قد كده قد كده اهو، تنزل تحت لايك لاخوك علشان ايه؟ يبقى كلام حلو كده مع بعض، انت فاهم؟ أزمة سن العشرين بتبدأ أول ما تعرف إن في فرق بين الدكتور وبين المدرس، وتعرف إن في فطار 8 الصبح وفطار بعد المحاضرة، وتعرف كده شوية حاجات كده إيه من بتوع العشرين الحلوين دول، بتوع الكلية، بتوع أول سنة دول، عارفهم؟ خلص أول سنة كلية من هنا ويبدأ بقى يا عزيزي المرار الطافح. بعد ما تخلص كده أول سنة تقعد بقى في الصيف ما أنت شاب كده من بتوع الصيف الجمال، بدل بقى ما تروح تسافر لك تشم نفسك ولا تعمل أي حاجة، لا انت تعمل زي الشطور كده وتقعد لي في البيت وتقعد على المكتب تكتب لي في نوتس وتفتح لينكد ان وتسجل كده في لينكد ان وتقول ايه؟ بس خلاص انا مفيش مني اتنين وجامد جدا وعايز بقى انزل انترن بقى، عايز اشتغل بقى، انا عايز اشوف دنيا، عايز اشتغل. تخش لي بقى كده على لينكد ان وتبتدي تبص على الكواليفيكيشنز، الناس اللي منزله عروض شغل، الناس اللي منزله اوفرز، ايه الكواليفيكيشنز اللي هم محتاجينها. تيجي تقرا تلاقي نفسك غبي مش فاهم اي حاجه. لا مؤاخذه يا عزيزي، انا بقول لك كده ايه، فتح كلام، تقوم قايل الله هم احسن مني في ايه، انا هكتب انا كمان كواليفيكيشنز. تيجي تبص تخش تكتب الله هو ايه ده مفيش حاجه اكتبها. ما انت كنت متخيل ايه يا عزيزي؟ يعني ان هم بياخدوا بالجدعانه والرجوله واللي مدرج الجنبين اذا بلس يعني ولا ايه؟ ما طبعا يا عزيزي مفيش حاجه تكتبها، انت لسه في اول حياتك. تقوم قايل خلاص بلاها لينكدين. انا بيني وبينك الصراحه لينكدين ده مكان مخيف، انا بخاف منه، انا كمان عمري ما دخلت عليه، عامل عليه بروفايل عياقه. تقوم قايل بس انا عايز انزل انترن، هي انترنشيب، انا اشتغل يا باشا انترنشيب كده حلوه، ادور على اي مكان انزل فيه وبس. هي دي بقى الاكسبيرينس اللي هاخدها في الصيف، هو ده الصيف التمام، انا راجل مجتهد وعايز ابني كارير. يروح يا عيني الشاب من دول بتوع بي اي اس، عارفهم انا الغلابه دول بتوع بي اي اس، بشوفهم كتير والله، اصحابي كتير قوي في بي اي اس. يقوم رايح لك الولد من دول نازل لك اي بنك، يقعد يدبس وما يستفدش اي حاجه في الاخر، ويقعد يتمرمط شهر رايح جاي مواصلات وفطار وغدا وبدل سجاير وما يستفادش اي حاجه، وفي الاخر يقولوا له احنا هنديك 800 جنيه علشان المواصلات، وال 800 جنيه دول كمان اوبشنال. يعني في الغالب ده اللي هيحصل، انت مش هتاخد حاجه، خليك فاهم بس انك يعني بيضحكوا عليك يا ابني والله. انت بقى كده في نظر المجتمع ولا منك عيل صغير ولا منك كبير، يا دوبك بتكفي نفسك. وتيجي هنا يا عزيزي في اللحظه دي تاخد سيف يد من ازمه سن العشرين، وتعرف ان الدنيا مش بيس اوف كيك ومش بامبي زي ما انت كنت فاكر في المدرسه، وانك اول ما تخش الكليه هتبقى راجل بقى وملوي هدومك وتاخد كل قراراتك لوحدك وتعرف تعمل كل حاجه لوحدك. الفكره يا عزيزي ان انت هنا وضعك صعب، لا منك عيل صغير ولا منك راجل كبير كفايه تشيل مسؤوليه وتفتح بيت، انت لسه يا دوبك بتشق طريقك. طب ايه يا حس كلها سواك كده يعني؟ ارمي نفسي تحت اتوبيس 76 واخلص يعني ولا اعمل ايه؟ لا يا عزيزي بعد الشر عليك، ده انا بحبك وكمان جايب لك خبر حلو، خبر كده من الاخبار الحلوه اللي بتطري دي، انا عارفها، عارفك انت عزيزي بتحب الحاجات دي. بدايه العشرين كده هتبتدي او هتعرف تتعامل مع الجنس الاخر، لان مواقف الحياه هتجمعكوا انتوا الاتنين، سواء في الكليه او في الشغل او في انترنشيب من بتوع البنوك دول. وهنا بقى يا عزيزي هتتحول لكائن مليء بالمشاعر الدفيئه اتجاه الشخص الاخر. طبعا ده حب من طرف واحد، طبعا بهزر معاك يا صاحبي، بهزر معاك، ده انت جميل وتتحب والله تتحب. بص لنفسك كده
زي القمر. هيسرح بقى بيكم الخيال وتترسموا انتوا الاتنين ملايكة قدام بعض في اول كام شهر. اصل هو الحب بتاع البدايات ده كده دايما بيبقى جميل في اوله، والموضوع يفضل يقل بشكل تدريجي من فترة للتانية. يا نهار ابيض، هو انا توكسيك؟ لا يا قلب اخوك، انت زي القمر. الموضوع وما فيه ان انتوا الاتنين ممكن تكون اول تجربة، فانتوا الاتنين بتحاولوا تترسموا زي ما تقول ايه باحسن شكل ممكن او بشكل مثالي، وده شيء مش حقيقي لان محدش فينا بيرفكت، محدش فينا مثالي يا صديقي الصدوق. ولما يعدي الوقت وعيوب كل واحد تبتدي تظهر، وده الطبيعي يا عزيزي، ما تقلقش، احنا كلنا فينا عيوب، الوقت بس بيبين حقيقة كل واحد. تفتكروا بقى ساعتها ان ده تغيير، وهي او هو يقولوا لبعض انت اتغيرت او انت اتغيرتي. كل بس اللي كان بيحصل ان انتم الاتنين كنتوا بترسموا على بعض شخصية مش حقيقية علشان بس تبانوا في احلى شكل ممكن، لان دي طبيعي اول تجربة ليكم. والله يا جدعان بقول انا شوية حكم شوية حكم، وانا اصلا سنجل يعني، بس يلا يلا فداكم. بعد ما تتخزوا، اقصد تنفصل، بعد ما تنفصل هتخش لي بقى في دوامه الاكتئاب بقى بتوع العيال ايه، بتوع بدايه سن ال20 دول. تقعد بقى تنزل ستوريز حزينه وتقول ده ما كانش المفروض يحصل وما كنتش وعداني بكده، وتقعد تقول بقى شي تولد مي تو بوت ماي هارت ان ذا باج، وتنزل لي اغاني جيس وورلد وتلبس لي كابيشو، ووضعك يبقى صعب على الاخر، تبقى حاجه بص من البيت للجامعه ومن الجامعه للشغل ومن الشغل للبيت، حاجه كده ايه كائن رخوي كده، وتبقى عايش اليوم بيومه ومش فاهم ايه اللي بيحصل، يا دوبك حياتك بتعدي بس كده، لحد ما في لحظه في دوامه الاكتئاب دي وانت قاعد لوحدك كده هتلاقي نفسك مره واحده بتقول يا دين امي انا بقالي اسبوعين ما بنزلش القهوه، وتقوم بقى رايح لسيد الحلاق مظبط الجنبين وعامل احلى حلقه وعامل لي دقنك كده ومرافع لي الجنبين ودنيتك زي الفل. هو اي حلاق اسمه سيد، ماليش دعوه، اي حلاق اسمه سيد. ومش كده وبس، لا 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 لا، ده انت هتنزل كمان جيم، والله جيم. تقوم بقى رايح بقى على الجيم اللي جنب بيتكم دافع اشتراك سنه عشان انت راجل جامد جدا، وتقول بس انا هتغير، انا هبقى روني كولمان المستقبل، علشان انا ايه، انا هدوس على وشها، انا هندمها، انا بص هفرمها. وتيجي هنا بقى للمرحله الاسوأ والاسوأ والاسوأ. معلش يا عزيزي، هي بدايه ال20 كلها مرمطه كده، انت بتتفرم بس اكنك بتنزل تحت ايه البتاع اللي بتعمل اللانشون دي، بعد بقى ما حوشت شهر علشان خلاص انت طلع عينك وعايز تجيب علبه الكرياتين والبروتين وخلاص انت هتبقى فورمه الحاره مفيش منك اتنين. تجي لك بقى رساله على الواتساب كده من عمر صاحبك، تلاقيه بيقول لك يا حوز يا اخويا انا خطوبتي الخميس اللي جاي وما ينفعش ما تجيش. عمر مين؟ عمر اللي معايا في الدفعه؟ والله عمر اللي معاك في الدفعه. طب ازاي هو عملها ازاي؟ عمر اللي معايا في الدفعه عملها ازاي؟ ده انا مش عارف هعمل ايه بعد ما اخرج من الكليه وتقول لي ده بيخطب كده بقى يا صاحبي. زي ما الكتاب بيقول انت ولا تعليم ولا شغل ولا كمان فورمه وكمان متخزو. لا مؤاخذه، هي بتتقال كده، هي ما تتقالش غير كده علشان تفوق من اللي انت فيه. خلاص خد بس تعالى، خد بس تعالى، انا بهزر انا بهزر والله العظيم انت جميل وتستاهل تتحب. الموضوع وما فيه دلوقتي ان الزمان ده مش زي زمان، يعني احنا دلوقتي في زمن مختلف خالص عن اللي عاشوا ابهاتنا. على رأي الفنان القدير كريم أسامة لما قال زمان ده صعب فيش بنور مزام. دلوقتي عكس زمان. زمان كل اللي كان بيعمله ان هو طالب، هو ال4 سنين بتوع الكليه طالب، لان الظروف زمان كانت تسمح بكده في معظم الطبقات. لكن انت دلوقتي اول ما بتعدي سنه اولى ايه مش هتنزل انترنشيب، ايه مش هتشوف لك شغل، ايه مش هتشوف لك عروسه، طب ايه طيب كلهم اتجوزوا عايزين عيل حفيد بتاع، عايزين اي حاجه كده، عايزين نفرح. فدلوقتي عكس زمان، كان يخلص ال4 سنين بتوع التعليم زمان ويطلع ياخد شقه ب5 جنيه ولا ب6 جنيه ويعيش حياته زي الفل وطلي بالابيض وافرح يا عريس وافرح يا عروسه والعيله تمام والاهل تمام وكل الناس مبسوطه وما كانش فيه اي مشكله. لكن دلوقتي الظروف اتغيرت والناس المفروض تستوعب ده، وانت يا عزيزي المفروض انت كمان تستوعب ده عشان تفوق من القرف اللي انت فيه ده. انا هحس خلاص كده، انا نازل تحت اتوبيس 76 وخلاص، خلاص بقى كده. بقول لك الواد هيخطب وانا مش عارف اعمل ايه بعد الكليه. الواد هيخطب يا صاحبي، اهدى بس، اهدى علشان انا محتاجك ايه في الكلمتين دول تبقى فايق كده ومصحصح معايا، عشان الكلمتين اللي هقولهم دول مهمين جدا وهم اللي انا محتاجك تسمعهم وتحطهم حلقه لما اوظف في ودنك. اشرب بس القهوه. سن ال20 على قد ما هو سن مليان لخبطه واصطدام بالواقع الاليم، على قد ما هو سن محتاج منك شجاعه انك تقدر تواجه الحقيقي بمراره ومشاكله ولخبطته، وتعرف ان في عواقب في اصغر الحاجات اللي انت هتفكر تعملها، وشجاعه انك تبقى عارف انك هتخش في دوامه افكارك، وده امر محتوم على اي حد في السن ده. لازم تتلخبط، لازم تعيش الفتره دي، لازم تعرف يعني ايه الحياه الحقيقيه وتلمسها بجد من غير ما
حد يقولك، ومحتاج منك وعي انك تبقى عارف انك مش محتاج تلعب ماتش مش ماتشك، او مش محتاج تلعب للجمهور وتثبت للناس حاجه انت مش المفروض تثبتها. السن ده مش المفروض انك يبقى معاك مرسيدس سي 180 ولا يبقى عندك براند الهوديز بتاعك، ولا تقول للناس ازاي عملت اول مليون جنيه وانت لسه عندك 20 سنه، ولا انك بعد 4-5 سنين تعمل فرحك في كيمبنسكي وتعزم المعازيم كلهم وتاكلهم وتعاير الناس وتوري الناس قد ايه انت معاك فلوس كتير. الحياه مش جنه ولا هتفضل طول عمرها نار، وده شيء اكيد. ومش مطلوب منك انك تسمع كلام الناس او تسمع لاحكام المجتمع وتبقى طور في ساقية الحياه مش عارف انت رايح فين ولا جاي منين. ومش مطلوب منك انك تحقق احلام ناس تانية، ولا انك تبقى الصوره اللي ترضي ناس تانية بدل الصورة اللي ترضيك انت. المطلوب منك انك يبقى عندك الشجاعة الكافية انك تواجه المجتمع وتواجه السن ده اللي مليان لخبطة وتشيل ضغوطات الناس من عليك وتلزم نفسك بمسؤوليات الحياة وتسحل نفسك في الحاجات اللي انت فعلا بتحبها مش اللي ترضي غيرك. تتقبل الحياة بحلوها ومرها، وخليك دايما عارف ان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه. بذمتك مش حاسس بفخر كده وحاجه جميله كده ان حياتك فيها اكشن وسسبنس؟ هتبقى حياه ممله قوي لو مجرد بس انك كل اللي بتعوزه بيبقى موجود، صح ولا ايه؟ عارف بقى حياتك هتبقى احلى واحلى لو نزلت تحت كده عملت ايه لايك وسبسكرايب وكتبت لي كومنت قلت لي رايك في الفيديو وفي المنظر الجميل اللي انت شايفه ده. ويا سلام يا سلام لو شفت الفيديو ده، لو شفت الفيديو ده هحبك قوي والله. وبس كده، اشوفكم الخميس اللي جاي. سلام عليكم.